عملناها فاينل ريفيجن او جنرال ريفيجن، مراجعه عامه على 3 على 2 يونتس، على الوحدتين السابقتين. نمبر 1 ميلك، نمبر 2 بط، نمبر 3 جرابس، نمبر 4 شوجر كان، نمبر 5 ريز، نمبر 6 بريكفاست، نمبر 7 فيموس، نمبر 8 نيوترينتس الإجابة رقم دي يا أولاد. نمبر 9 فيشرمين، نمبر 10 أند، نمبر 11 spiders، نمبر 12 هوت، نمبر 13 كروكودايل، نمبر 14 ووتر، نمبر 15 هورنز، نمبر 16 بيليكان، نمبر 17 important اللي هو رقم الإجابة يا أولاد رقم سي. نمبر 18 سؤال رقم 18 فيول رقم بي. نمبر 19 camels، نمبر 20 beak. question نمبر 2 read and complete the text with the word. هنكمل يا أولاد من المربع. نمبر 1 rich، نمبر 2 wheat، نمبر 3 sheep، نمبر 4 cheese. التدريب اللي بعد منه يا أولاد التاني. نمبر 1 food، نمبر 2 grow، نمبر 3 raise، نمبر 4 produce. question نمبر 3 هتبقى smaller، نمبر 1 هتبقى smaller، نمبر 2 insects اللي هي حشرات، نمبر 3 lizards، نمبر 4 heat اللي هو الحرارة. التدريب اللي بعد منه يا أولاد اللي هو التدريب الرابع. نمبر 1 dangerous اللي هو خطير، نمبر 2 important، نمبر 3 crocodiles، نمبر 4 control. عايزين نصحح الكلمات اللي بين أقواس. نمبر 1 and، نمبر 2 but، نمبر 3 and، نمبر 4 but، نمبر 5 but faster، نمبر 14 younger، نمبر 15 taller، نمبر 16 stronger، نمبر 17 than، نمبر 18 more، نمبر 19 heavy، نمبر 20 shorter. question نمبر 4 ده بنكتويت يا أولاد، بنكتويت ترقيم. نمبر 1 هنعمل حرف الإي بتاعت ايجيبت كابيتال، نحط في آخرها فول ستوب عشان دي جملة خبرية يا أولاد يعني نقطة. نمبر 2 ليتس، يبقى احنا عندنا ال هتبقى كابيتال والابوستروف اس، ليتس ايت ات. نمبر 2. نمبر 3 هنعمل دمياط، وات دو فارمرز جرو ان دمياط. دمياط هتبقى دي كابيتال وبعدين كويتشن مارك علامة استفهام لأن ده سؤال يا أولاد. نمبر 4 ال بتاعت لوك أو الحرف، بعدين اتس أبوستروف اس. نمبر 5 سنيكس ار سكيري انيمالز. الاس بتاعت سنيكس أو الحرف ونحطه في آخر الجملة يا أولاد في الستوب نقطة. نمبر 6 راين جازلز لايف ان ذا صحراء ديزرت. يبقى راح الار بتاعت راين جازل الار مصحرة تبقى الاس كابيتال. والتوفيق ان شاء الله.